قبل ما تسمع أي رقم خليني أقول لك الحقيقة، ويمكن أول مرة تنتبه لها. اليمن من أصعب الدول التي تتعب وأنت تبحث عن بيانات رسمية دقيقة، وكل رقم تحتاجه لازم تدور عليه بين عشرات المصادر. ورغم هذا الأرقام التي تم التحقق منها تكشف كارثة أكبر بكثير مما تتصور. خليني أعطيك الصورة بسرعة وبأسلوب واضح. الاستثمارات اليمنية بالخارج خصوصا في السعودية، الرقم الرسمي المعلن 18 مليار ريال سعودي، لكن التقديرات الأقرب للواقع تقول من 10 إلى 20 مليار دولار خرجت من البلد خلال سنوات قليلة. اسأل نفسك ليش كل هذا المال هاجر؟ لأن البيئة الاقتصادية داخل اليمن تعطلت بشكل كامل. مصنعين نقلوا مصانعهم للخارج، تجار فتحوا أعمالهم في دول أخرى، آلاف العائلات انتقلت للسعودية ومصر وتركيا والأردن، وأصحاب الدخول المتوسطة والعالية فضلوا الرحيل بدون المجازفة. ثانيا، الطبقة الوسطى، الشريحة التي بنت اليمن خلال 30 سنة، هي أكثر من تلقى الضربة الموجعة. باعوا الذهب ثم السيارات ثم الأراضي، ولأن كثير منهم يبيع آخر ما يمتلك، البيوت. ثالثا، موظفي الدولة كانوا العمود الفقري للحركة الاقتصادية، رواتبهم كانت تحرك الأسواق كلها. لما توقفت سقطت آلاف الأسر وانطفأت مئات الأنشطة التجارية في لحظة واحدة. رابعا، الدخل الفردي اليمني كان حوالي 1500 دولار عام 2014 وما قبله، اليوم انخفض. خامسا، الصادرات اليمنية خاصة النفط كانت تدخل للبلد من 7 إلى 10 مليار دولار سنويا. الناتج المحلي من أكثر من 40 مليار دولار انخفض في حدود النصف. هذه ليست أزمة عابرة، هذا انهيار دورة اقتصادية كاملة. رأس مال هاجر، طبقة وسطى انتهت، ودخل الناس انهار. ما زال الكثير غير مدرك لحجم الهاوية التي وصلنا لها. وللأسف مع كل هذا الخراب، لما تبحث عن معلومات دقيقة عن اليمن تحصل نفسك تدور بالساعات عشان تلاقي رقم واحد موثوق، وهذا لوحده دليل على حجم الفوضى الاقتصادية التي نعيشها. قبل ما نختلف وقبل ما نلوم لازم نفهم، البلد ما خسر اقتصاد، البلد خسر الأساس الذي يقوم عليه الاقتصاد. إذا فهمت هذه الصورة فأنت من القلائل اللي بدأوا يدركوا حقيقة ما يحدث. شارك الفيديو، يمكن يفتح عين شخص واحد ويأخذ خطوة نحو الوعي.